يا صباح الخير. رضوى شربين. بما ان فيديو رضوى، يعني انا ما كنتش متوقع يعني ان هيجي عليه التفاعل ده، وان الموضوع بهذه الاهميه عند الناس. الا ان التعليقات اللي جت وخصوصا على اليوتيوب بعضها بيؤكد ان في ناس كتيره للاسف مقتنعين بهذا الاسلوب، وفي ناس كتيره شايفين ان هي لا بتوعي، والستات ازاي تبقى عندها حق، وازاي تحافظ على حقوقها. والحقيقه انا شفت يمكن حلقتين ثلاثه، انا مش متابع طبعا رضوى، يعني مش ما عنديش الوقت الكافي ان انا اتابع كل الناس يعني اكيد الحلقات، خصوصا رضوى يعني مش هتابعها يعني. ولكن شفت حلقه فجايبه ضيفه بتقول عليها خبيره اجتماعيه واحده، فبتقول جايه رساله من صديقه البرنامج بتقول ان زوجها كريم جدا مع اصحابه ومع اهله، وبيقول لي وبيصرف عليهم كويس قوي، وبيقول لي وفري شويه في مصروف البيت. فعايز اعرف بقى ده اتصرف معاه ازاي. فقالت لها اتفضلي قولي لها. فقالت لها انا اقول لك بقى تتصرفي معاها. اولا قبل ما نقول الرد يعني اللي هي ردته الست، الرساله دي لو مش متفبركه من اعداد البرنامج علشان يعني يبقى في سؤال ونعمل محتوى ونجاوب عليه ونعمل محتوى، وده بيحصل يعني غنية عن التعريف ان ده بيحصل في بعض البرامج او في معظم البرامج، يكون مفيش حاجة اصلا بس احنا نخترع حاجة علشان نعمل محتوى، وده مقبول لان احنا يعني بيعتبرونا من انواع التوعية. فاذا كانت الرسالة حقيقية فالست اللي بعت الرسالة دي كدابة، لان مفيش واحد في الدنيا كريم جدا مع اصحابه ومع اهله وبخيل في بيته. نو واي. مش ممكن. البخيل بخيل بره وجوه. ممكن يكون بخيل بره بس كريم جوه، انما بخيل كريم جدا بره وبخيل في بيته، نو واي. مستحيل. اتحدى اي حد في الدنيا يجيب لي مثل بني ادم كريم مع كل الناس وبخيل في بيته. نو واي. مش ممكن. فمبدئيا كده لو في حد عنده ب 10 جنيه حكمه في البرنامج هيعرف ان الست دي ما بتقولش الحقيقه او بتقولها بطريقه مختلفه. ده رقم واحد. لذلك يا جماعه لما نحب ناخد راي ناس في مشاكلنا لازم ناخد راي ناس عندهم من الحكمه والوعي اللي يؤهلهم انهم يفهموا. يعني اذا كان في انبياء ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم في القران علشان حكموا على الناس بسرعه قبل ما يعرفوا بقيه القصه، وانبياء. فانت ازاي تسمع من طرف واحد وتحل وتقول وتدي نصايح؟ وخلي بالك انت لما بتدي نصايح لواحد غلطان انت بتضل الغلطان وبتخليه يعمل مشاكل اكتر، لانك بتوافقه على رايه الغلط وبتشجعه. عملت بقى الاخت الخريبه الاجتماعيه، قالت ايه؟ قالت لها اديله في اللي يوجعه. شوفوا بقى لما يكون كلام ده اسلوب التعامل بين راجل وست في بيت. هو دلوقتي على كلامهم بيقول وفري شويه في مصروف البيت، فتقول لها اديله في اللي بيوجعه. شوف الطريقه والاسلوب. اذا ده من وجهه نظرهم اسلوب الناجح لاداره بيت، ان احنا كل واحد لما يختلف مع التاني يديله في اللي بيوجعه، يعني أنا مش عايز اقول لكم ممكن نتصور الحياه دي ممكن تمشي ازاي. يعني دلوقتي النت مثلا هو بيتفرج على ماتشات، خفضي باقة النت عشان توجعيه. هو بيحب الفراخ البانيه، مفيش فراخ بانيه. طبقين علبتين فول ونفتحهم ونتغدى بيهم عشان اما ياكل ما غير فول وبطنه توجعه يعرف ان المصروف بتاع البيت اهم من اي حاجه تانية. يا جماعه ده اسلوب؟ كان ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بان ادفع بالتي هي احسن مع الناس كلها، مش مع زوجك اللي هو نفسك، اللي هو اقرب واحد اليكي. تقوم انت لما هو حتى تختلفوا بفرض ان الكلام صح نديله في اللي بيوجعه، وانا لما مراتي تعمل حاجه مش عجباني اديها في اللي بيوجعها؟ هو ده؟ هو ده الاسلوب؟ هو ده اللي انتوا عاجبكم في رضوى الشربيني؟ دي خربت بيوت فعلا. لو الكلام ده انا شفته البرنامج بقى شفت الحلقه بقى، ده خراب بيوت فعلا. ده فعلا خراب بيوت. يا جماعه بيقول لك رضوى بتعلمنا ازاي نتعايش مع المشاكل اللي بتحصل. رضوى الشربيني يا جماعه عامله زي الدكتور اللي انت بتروح له
وعندك التهاب في رجليك، فيقول لك الالتهاب ده ممكن نعالجه بس هياخد 6 شهور. بقول لك ايه، احنا هنقطع الرجل دي بس خلي بالك ما تقلقش، ما تقلقش خالص، احنا هنقطع رجليك بس احنا عندنا الدكتوره رضوى الشربيني هتعلمك ازاي تمشي برجل واحده 10/10. هتمشي وتتعافى، ويعني ممكن كمان تجري برجل واحده. هي انت هتعرج وهتتعب بس هي هتعلمك ازاي تمشي برجل واحده، فاحنا هنقطع رجليك. هو ده الكونسبت اللي ماشيه بيه رضوى الشربيني. انا هعلمك ازاي تتعايش وتبقى قوي بعد ما اخرب لك البيت، بعد ما اقطع لك رجليك. لا يا جماعه، هي كده بتعلمكم ازاي تنجحوا الفشل، مش بتعلمكم ازاي تنجحوا. النجاح ان انت اذا دخلت هذه العلاقه، النجاح انك تنجو بهذه العلاقه وتوصل بها لبر الامان كامله مكمله، اسره كامله هو ده النجاح. انما انت لا تكبر على الراجل والحقيه والاستحقاق ونعمل واشتغل والاسلام قال المراه لها ذمه ماليه. صح، الاسلام قال لها ذمه ماليه، بس انتوا عارفين الاسلام ايه كمان؟ عارفين ايه كل اللي الاسلام قاله؟ عارفين ان انت ما ينفعش تقص شعرك من غير ما جوزك يعرف وتاخدي رايه؟ عارفه ان انت ما تنفعش تنزلي من بيتك تروحي تزوري اهلك غير اذا كان جوزك موافق وعارف وراضي؟ اسلام كتير. ومع ذلك انا ما بقولش ان الست ما يبقاش لها ذمه ماليه، طبعا ليها ذمه ماليه مستقله وكل حاجه مفيش مشكله، ولكن اللي بيتكلم عن الاسلام، لان في ناس علقوا لي الاسلام وانتم مش عارفين الاسلام، وانتم مش عارفين الاسلام، احنا عارفين الاسلام كويس. الاسلام انك تعيشي على مستوى جوزك، تقعدي في بيتك واقرنا في بيوتكن، تعيشي في مستوى جوزك ايا يكن، ادام موفر لك حد الكفاف يبقى ليس من الصح انك تخرجي تشتغلي، لا عشان بقى تكبري البيت، ولا عشان تجيبي شاليه في الساحل، ولا عشان تجيبي شقه جديده، ولا كل الكلام ده كلام فاضي. فموضوع الاسلام ده هنتكلم في الموضوع ده في حلقات كتيره عشان نعرف الناس ايه هي الاسلام وازاي نتعامل وازاي نتصرف، ولكن انا بس قلت اعمل لكم فيديو سريع علشان الناس اللي بدات تاخد بجد صف رضوى يا جماعه كاركتر. الناس دي واخدينها زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ده الاستخدام الاسوأ للست، سواء هي او ياسمين، الاثنين بيستخدموهم استخدام سيء جدا عشان يحققوا منافع وترند بس، لكن لا دي بتحل ولا دي بتفهم ولا دي بتفهم. اشكركم، تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.